اتكلمنا على زون 1 و2 و3 وعرفنا الفرق ما بينهم وازاي مهمين جدا للجسم الرياضي او جسم الانسان عموما، وعرفنا برضو ان هيفرق كتير لو كل واحد عرف هو بيتدرب في انهي زون وكل زون بتعمل ايه في جسمه بالظبط، سواء هو كان عايز يخسس او يرفع من لياقته البدنيه. فلازم كل رياضي يكون فاهم هو عايز يوصل لايه بالظبط، ايه هدفه يعني اللي يوصله ويوصله ازاي. النهارده هنكمل وهنتكلم على زون 4 واهميتها للناس اللي شدة تمرينهم بتكون كبيرة. زون 4 بتعمل ايه بالظبط في الجسم؟ ده اللي هنعرفه النهارده. انا كريم محمد معاكم من قناة يونيك، تابعني على الانستجرام والتيك توك، هتلاقي معلومات تفيدك برضو هناك. هسيب لك اللينكات في الديسكريبشن تحت، واشترك في القناة هنا لو لسه مشتركتش عشان يوصلك كل معلومة بنقولها اول باول. ويلا بينا نبدأ الحلقة مع بعض. رينج زون 4 هيكون من 80% ل 90% من الماكسيمم هارت ريت. يعني لو رجعنا للراجل اللي عنده 30 سنة وقلنا ان الماكسيمم هارت ريت زي ما قلنا قبل كده 190 نبضة، يبقى الزون 4 بالنسبة له من 152 نبضة ل 171. يبقى طول ما الراجل ده في الرينج ده، يعني طول ما الراجل ده ما بين ال 152 لل 171، يبقى كده هو في زون 4. لازم تكون عارف ان في الليفل ده كل اللي قدام جسمك عشان ياخد طاقة هو ان يحرق من الكربوهيدرات بس، فانت هتعتمد اكتر على الاي تي بي اللي موجود في جسمك. عشان كده المدة اللي تقدر تكون فيها في زون 4 بتكون مش كبيرة قوي، يعني تقدر تواصل زون 4 لمدة من دقيقتين ل 10 دقايق تقريبا. فانت بعد المدة دي الاي تي بي عندك هيبتدي يقل، بعد كده هتبتدي تريح شوية 30 ثانية دقيقة، بعد كده تخش في المجموعة اللي بعديها او في التمرينة اللي بعديها. فكده في وقت الراحة اللي انت خدته اللي هو ال 30 ثانية او دقيقة، الاي تي بي عندك بيبتدي يعلى تاني، فتدخل وتزود شدة تمرينك لزون 4 وتريح، وهكذا. جسمك يقدر يعمل العملية دي من ساعة ونص لساعتين بالكتير. بعد كده تركيزك بيبتدي يقل وانت هتكون مش مستفاد بالتمرين قوي. كمان هرمون الاندورفينز عندك في زون 4 هيعلى جدا بعد التمرين، هتحس انك انجزت حاجة كبيرة جدا وخلصت تمرينة تقيلة، وهتكون مبسوط، خصوصا كمان لو معاك شريك او صاحبك ومخلصين التمرين ده مع بعض. عشان كده تلاقي نفسك في التمرين او في نهاية التمرين كده دايما بتضحك وتهزر مع اصحابك اللي موجودين في الجيم، وده بسبب ارتفاع هرمون الاندورفينز اللي من احد اسباب ارتفاعه هو انجازك في التمرين في زون 4. خلصت تمرينة تقيلة وانت عارف ان خلاص انت على وشك ان انت تخلص التمرينة، فانت مبسوط، هرمون الاندورفينز عندك بيزيد، فتبتدي تهزر مع ده وتهزر مع ده. المنطقة دي كمان مفيدة جدا للتدريب لألعاب السرعة اللي بتاخد من 40 ثانية لدقيقة تقريبا، او الالعاب اللي بتاخد فيها سبرنتات كتير زي كرة القدم. فلو انت لعيب من الالعاب التنافسية دي، يبقى المنطقة دي هتكون مفيدة جدا ليك في التدريب. كمان من فوائد زون 4 ان هي بتحسن جدا امتصاص الاكسجين في جسمك اللي هو ال VO2 max اللي احنا كلنا عرفناه تقريبا في فترة الكورونا، وكلنا كنا بنقيسه عن طريق السمارت ووتش. فال VO2 max بيتم معالجته عن طريق الرئتين. انت لما بتتنفس فانت بتوزع الاكسجين في مجرى الدم بتاعك، ومن الدم بيقوم رايح على الرئتين. فانت بتبدأ مع التمرين كتير في زون 4 نفسك بيتحسن والاكسجين او ال VO2 max بيتظبط. عشان كده لو عايز تكون سريع فانت مش لازم تجري بس، لا ده انت لازم تزود من كثافة الجري بتاعتك. معنى انك تزود كثافة الجري بتاعتك دي معناها انك تزودها في زون 4، وكمان ممكن توصل لزون 5 عشان تفضل على نفس مستوى السرعة. عشان انت لو قليت شوية او ريحت شوية هتلاقي نفسك نزلت لزون 3. عشان كده لازم تفضل على نفس السرعة اللي هو تبقى في زون 4 او زون 5. صعب جدا انك توصل لزون 4 وزون 5 وانت لوحدك. الليفلات العالية دي بنبقى محتاجين حد يبقى معانا زي صاحبنا او قريبنا مهتم بالجيم، لازم يكون معانا ويحفزنا. فانت محتاج حد يساعدك يشيل اوزان تقيلة او يحط لك اوزان تقيلة لو هتلعب دروب سيت، او يعلي المقاومة عليك، وتساعدوا بعض انتوا الاتنين. والاهم من ده وده بقى في التمرين ان هو يحفزك. التحفيز في التمرين بيفيد جدا، لكن لو انت لوحدك صعب جدا انك توصل لليفل 4 او 5 لوحدك. دايما تلاقي مجموعة كده داخلين مع بعض الجيم 2 أو 3 مع بعض وبيلعبوا تمرينة تقيلة، وتلاقي الجيم كله بيتفرج عليهم. ده لأنهم هم واصلين للليفل 4 و5 وهم مع بعض وهم بيحفزوا بعض. ده بيشيل وزن بيبقى ده عايز يشيل أتقل منه وهكذا، وهم بيشجعوا بعض، وقوة التمرين بتاعتهم أو شدة التمرين بتكون عالية
جدا. لكن انت لو قعدت تتدرب لوحدك في البيت مثلا مع نفسك او الجيم فاضي وانت لوحدك، فده صعب جدا انك توصل للليفلات العالية، خصوصا كمان لو انت معود جسمك على الليفلات القليلة 1 أو 2 أو 3 وناوي ان انت تعلم من شدة تمرينك ل4 و5، فصعب جدا في الاول انك تكون لوحدك. هنيجي ناخد مثال مثلا من الالعاب اللي بتوصل لليفل 4 و5 بسهولة، وهي الكروسفيت. الكروسفيت شدة تمرينها بتبقى عالية جدا، فهي لعبة جماعية، بيكون مجموعة مع بعض وبيلعبوا الكروسفيت. دايما بيكون في تنافس كده وسرعة في التمرين، وهتلاقي حد يساعدك سواء بقى صاحبك او حد مجموعة من اللي انتوا بتتدرب معاهم، عشان كده بتوصلوا لزون 4 وزون 5 بسهولة. وكمان لو في تنافس او المدرب اللي بيدرب كروسفيت عامل مثلا مسابقة في التمرين، هتلاقي الجسم وصل لزون 4 او زون 5 بسهولة جدا. دي كانت فوائد زون 4. بس عشان توصل لزون 4 لازم تكون مهيئ جسمك الاول وتكون وصلت للزونز القليلة. مينفعش انا واحد مثلا مبطل جيم او لسه بادئ جيم اوصل ل4 و5 مرة واحدة، مينفعش افاجئ جسمي مرة واحدة بالليفلز العادي، لازم اخدها واحدة واحدة وابدأ بالزونز القليلة، بعد كده اعلي من شدة تمريني واحدة واحدة. فانا لازم اخد بالي عشان اتجنب اي اصابة من اي نوع. هنتكلم على زون 5 الحلقة الجاية ان شاء الله. اعمل اشتراك عشان توصلك اول ما تنزل، واخبط اللايك لو عجبتك الحلقة، ودمتم في رعاية الله.